نعم. قال تعظيما لأمر الله جل وعلا: وترى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض وما هو قريب منها، بل نعلم بعض ذلك، والله جل وعلا هو المتصرف. ثم تنظر إلى أن الله الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك بعبادته، وهي شرف لك لو شعرت. يأمرك بالعبادة وينهاك ويراعيك ويضربك أمثال ليقنعك ويحلم عليك ويدعوك التوبة، وإذا تبت فرح بتوبتك ويحبك ويقربك. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وتذنب ويستر عليك وتعصي وينعم عليك. شيء عجيب ذلك الله سبحانه وتعالى. ولا أنت إيش؟ أنت لا شيء عند الله عز وجل، ومع ذلك يقوم العبد على معصية الله والله يمده. إن هذا العاصي يرتكب معصية قلبه يتحرك ودمه يسير في عروقه ويسمع ويبصر ويتنفس وهو قائم على معصية الله. يعني رحمة الله وسعت كل شيء. الله أكبر. نعم. قال: ويأمرك بتقواه وهي عز لك لو عقلت، ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمت. فإنه إذا علمت حق الله وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره وفي هذه السماوات السبع التي هي في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس، ثم ما فوق ذلك والجنة والنار وما في ذلك، وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا خضوعا اختياريا، وأن تذل له، وأن تتوجه إلى طاعته، وأن تتقرب إليه بما يحب. خضوعا اختياريا لأن كل مخلوقات خاضع لله لأمره القدري، وفي عاد خضوع لله في الأمر الشرعي. هذا اللي هو الاختيار الذي يثاب عليه الإنسان، يستقيم على أمر الله كما أمر الله، يصلي يصوم يزكي. هذه أوامر إيش؟ شرعية. من خضع لها هو الذي يحمد عليها والذي يثاب عليها. أما خضوع البشرية وغير البشرية والسماوات والأرض ومن فيهما فالكل خاضع لله خضوع إيش؟ قدري كوني. نعم. قال: وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به ويأمر وينهى به، فيثمر عندك حينئذ من التوقير والتعظيم لله عز وجل غير ما كنت عليه قبل ذلك. ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كما أمر الله جل وعلا بذلك حين قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال جل وعلا في وصف الخلص من عباده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال إلى آخر دعواتهم وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ومع ذلك يسألون النجاة من النار، فهم في ذل وخضوع لما عرفوا من آثار توحيد الربوبية ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس. أسأل الله في ختام هذا الكتاب أن يجزي مؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجزي كل من ساهم في شرح هذا الكتاب بما أفهمنا من معانيه، فإنه والله لكتاب عظيم اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعروا، وقرب به الإمام رحمه الله نصوص الكتاب والسنة، وأفهمنا دلائلها بما نرجو معه النجاة بعفو الله جل وعلا وكرمه. هذا ووصية أخيرة أختم بها هذا المجلس المبارك، فأوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية عظيمة، وحفظه ودراسته وتأمل مسائله ومعرفة ما فيه، فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صالح العباد. هذا وإن الانصراف عن مدارسة ما احتواه مما يجب على العبد تجاه ربه لنذير سوء، وإن الإقبال عليه لنذير سوء، وإن الإقبال عليه لمؤذن بالخير والبشرى. وأسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه، وأن يجعلنا من المعفو عنهم، ونسأل الله المسامحة، وأن يجعلنا من المحققين لتوحيده، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.
تمت قراءة الكتاب والحمد لله الذي من الصالحات، وإن شاء الله إلى كتاب آخر، والله أعلم.